الحلقه عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الحلقه دي بقى هنتكلم عن الديرمابين، كل حاجه فيها، وكمان عن تجربتي مع الديرمابين والحاجات اللي خدت بالي منها كاخطاء عشان تاخدوا بالكم منها بعد كده وما تكرروهاش تاني. يلا بينا نبدا الفيديو. مبدئيا كده ايه فكره الديرمابين دي؟ هي فكرتها بكل بساطه حاجه اصلا بتحصل بصوره طبيعيه في الجسم، وهي اننا لما بنتعور الجسم بيبدا ان هو يجدد نفسه، وتبدا بقى تعمل القشره ويزيد الالاستين والحوارات دي كلها. دي ببساطه كده فكره الديرمابين، ان احنا بنعمل جروح صغيره قوي في البشره. الجروح دي تخلي الجسم يحس ان في حاله طوارئ فيبقى عايز يعالج الجروح دي. ده بقى بيحفز انتاج الكولاجين وبيحفز انتاج الالاستين، بالاضافه لان انت بقى لو عندك مثلا بقع، عندك علامات حب شباب، عندك حفر، بس مش الحفر العميقه، بيبقى في حفر بسيطه كده سطحيه على البشره، بكل بساطة بتبدأ ان هي تتجدد. ده الصورة الطبيعية بتاعت الديرمابين من غير ما نحط اي اضافات. لكن كمان الدكاترة مؤخرا عشان الموضوع ده بيسهل دخول السيرمز والحاجات دي في البشرة، فبدأوا الدكاترة كمان ان هم يعملوا بقى ميزو سيرابي ويعملوا هيلورونيك اسيد وفيتامينز وكده، بحيث ان البشرة بتبقى جاهزة ان هي تستقبلها، فبتستفيد منها اكتر من حالة البشرة العادية والمسام مقفولة. دي كده باختصار قصة الديرمابين. تعالوا بقى اقول لكم تجربتي معاها والحاجات اللي انا خدت بالي منها عشان اخلي نتيجة الجلسة تزيد وحافظ على نتيجة الجلسة. انا بعمل الديرمابين بقالي تقريبا حوالي سنة وشوية، ففي حاجات كتير قوي اتعلمتها وحاجات كتير قوي بقيت اخد بالي منها في الجلسات اللي بعد كده. اول حاجه، على عكس ما تلاقي دكاتره كتير بيقولولك، ما ينفعش تعملي ديرمابين كل شهر. انا لما كنت بعمل ديرمابين كل شهر بقيت الاقي ان النتيجه ما بتتغيرش، بحس بالظبط ان انا رحت غسلت وشي. يعني اول جلسه مثلا بدات فيها كنت حاسه ان وشي بقى لا في فرق قوي وناعم ومنور. تاني جلسه بعدها بشهر لا مش حاسه قوي، نص نص. تالت جلسه مش حاسه خالص. فبجد يا جماعه ما ينفعش ان احنا نعمل الديرمابين كل شهر، لان هي اساسا بتاخد حوالي 15 يوم عشان الجلد يتجدد. ده بس عشان الجلد يتجدد، بس هي لسه بقى محتاجه تاخد، يعني بتقعدي بقى بيها وقت كده عشان تلاقي نفسك بتحافظي على النتيجه مع الروتين بتاعها، وهنيجي لنقطه الروتين دلوقتي. فمهم جدا بجد ما تستخدموش الديرمابين كل شهر. انا لقيت ان احسن وقت ان انا استخدمها مره كل 3 شهور. تاني حاجه بقى مهمه قوي تاخدي بالك منها هي الاكل. اما كنت بعمل الديرمابين في الاول ما كنتش ملتزمه بالدايت ولا اي حاجه، كنت اخصائيه تغذيه عادي، بس يعني ما كنتش ملتزمه قوي او مش مهتمه قوي بالحاجات بقى اللي تحافظ على البشره والجو ده. كنت بحس ان النتيجه بتنور اسبوع اسبوعين وبعدين احس ان خلاص بقى. اثر الاكل اساسا النقطه اللي نفسي اوصلها للناس مليون مره، ان اثر الاكل هو العامل الاساسي اساسا في شكل بشرتك. فبقيت الاقي ان لا ده بشرتي بتبهت تاني، ده حتى الحتت اللي كانت غامقه بقى يعني في نتيجه من الديرمابين بس مش منوره قوي. فمهم جدا الروتين بعد الديرمابين بالاكل علشان نحافظ على النتيجه. مهم قوي تهتمي في اكلك بفيتامين سي، وتهتمي في اكلك بنسبه بروتين كويسه، وتهتمي انك تقللي السكر. الحاجات دي كلها لما بقيت اعملها بقيت الاقي نتيجه الديرمابين بتتضاعف جدا 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 بجد. الحاجه الثالثه المهمه قوي بقى، واللي هي لو انا مثلا بختار بين يا ترى اعمل ديرمابين ولا اجيب منتجات عنايه بالبشره، فهقولك هاتي منتجات العنايه بالبشره. لو انت مش معاكي فلوس تجيبي منتجات كويسه تحافظي بيها على نتيجه الديرمابين، ما تعمليش الديرمابين. ليه؟ الديرمابين بالظبط انا بحس ان هي عامله كده زي ما بنيجي يوم ننظف البيت من اعماقه كده، ونشيل كل حاجه ونرص وننظف ونلمع ونعمل كل حاجه، وبعدين بيبقى فيه بقى خلاص احنا نظفنا التنظيفه العميقه، بنبقى محتاجين بقى الحاجات اللي من بره بقى، ان احنا كل يوم مثلا نلمع وننظف الارض والجو ده بشكل بسيط وسريع. ده بالظبط اللي الروتين بيعمله. انا بشرتي دلوقتي مسامها اتفتحت واتعملت، يعني الكولاجين بتاعها بيتجدد وبدأت تنور، فهي نظيفة وجاهزة ان هي تستقبل غذاء اكتر من بره، جاهزة ان هي تستقبل ريتينول، وجاهزة ان هي تستقبل فيتامين سي ومرطبات. فلو انا وقفت الحاجات دي هتبهت. فمهم جدا روتين ما بعد الديرمابين، تبقي عامله روتين كده مظبوط، تبقي عارفه هتستخدمي ايه امتى، هتستخدمي انهي مرطب امتى، طوال فترة ال3 شهور اللي قبل ما تروحي جلسة الديرمابين اللي بعدها. بجد النقطة دي يعني هتنقلك بشرتك في حتة تانية، وهيبقى كأنك بتكملي العلاج. يعني الديرمابين مثلا لو انا عندي علامات حب شباب او حاجات غامقة، فالديرمابين شالت حبة، والروتين اللي انا بعمله بيكمل، فهم بيساعدوا بعض، فهحس ان النتيجة تضاعفت جدا. النقطة اللي بعد كده، ودي انا لسه مجرباها بصراحة الجلسة اللي فاتت بس حسيت بأثرها،
ما كنتش مقتنعه بيها قوي، بس لما جربتها فرقت. ان احنا نقعد حوالي 4 ايام بعد الديرما ما نستخدمش مرطب خالص. ليه بقى؟ لما انا كنت بستخدم المرطب على طول كنت بلاقي ان بشرتي ما بتعملش قشر، يعني ما بحسش. يعني كنت دايما بشوف مثلا البنات بيقولوا ده بشرتنا بتغمق قوي بعد الديرما بوقت، ما كنتش بحس بالموضوع ده. فالمره دي لما سبت وما حطيتش المرطب، بقيت بس حطيت اول يومين فيوسي كورت كحاجه مضاده للالتهابات، وبعدين ما حطيتش المرطب. لقيت ان وشي لا عمل قشر، كان عامل يعني كانت الحته دي كده كلها فيها قشر، وهنا كان فيه قشر. فالموضوع ده كان بالنسبه لي لما بقى اقشر حسيت بنتيجه احسن من اللي كنت بحس بيها وانا بستخدم المرطب. فما تستخدميش المرطب من 4 ل5 ايام بعد الجلسه. دي الحاجات اللي انا بصراحه فرقت معايا لما فهمتها ولما التزمت بيها في الديرمابين. والديرمابين بجد هي اختيار كويس جدا، وبيخليكي تعالجي حاجات كتير في بشرتك. يعني انا لما اول ما بدات قبل ما ابدا الديرمابين كان الحته دي كده كلها فيها علامات حب الشباب باينه قوي. دلوقتي يعني موجوده بس خفيفه قوي وقلت جدا، ومع كل جلسه بتقل. فبجد اعملوها وهتتبسطوا جدا، بس اهتموا بقى بكل الحاجات اللي انا قلتها لكم. ما تنسوش بقى تروحوا على الانستجرام بتاعي تشوفوا محتوى التغذيه والتجميل اللي بقدمه فيه، وتسالوا عن عروض متابعه التغذيه لو عايزين توصلوا لنتيجه حلوه قبل اول السنه وتغيروا شكل جسمكم من غير ما تاثروا على شكل بشرتكم وشعركم. كان معاكم دكتور ايمان اشرف، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.